مرحبا، رمضان مبارك وكل عام وانتم بخير والله يتقبل الطاعات. وصفتنا اليوم كبة البطاطا بطريقة كثير سهلة ومضبوطة 100%. تابعوا معاي الفيديو خطوة بخطوة حتى تحصلون على نفس النتيجة. لا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس ولايك وشير للأصدقاء، وإذا عندكم أي سؤال اكتبولي بالتعليقات. ويلا نبدأ. ريح نحتاج بطاطا من هاي النوعية اللي تكون لونها أصفر. طبعا هاي تحتوي على نشا أكثر من أي نوع من البطاطا، وهاي النوعية من البطاطا نستعملها للكبي مع البطاطا. طبعا بالبداية ريح نسلق البطاطا، نضيف الماء إلى نغطي البطاطا ونخليها على النار إلى أن تستوي. وأسا نحضر الحشوي. ريح نحتاج لحم مثغوم، نخلينه على النار بدون أي إضافات ونستمر بالتقليب إلى أن يستوي. ومن يستوي اللحم ريح نضيف علينه معلقة كوب ملح ونص معلقة شاي فلفل أسود ومعلقة كوب بهارات برياني أو بهار مشكل، ونقلب البهارات مع اللحم. ومن تستوي الحشوي نطفي النار ونضيف عليها البقدونس. وبعد ما كملنا الحشوي ونتركها تبرد، ريح نشيك البطاطا. نشيكها بهاي الطريقة. وبعد ما استوت البطاطا نطفي النار ونبدي نقشرها. وأهم شي وهي وحارة نبدي نهرسها، أما نستعمل شكاخة أو نستعمل المهرسة مال البطاطا. نهرسها مليح إلى أن تتكون عندنا عجينة ونتركها ترتاح فقط نص ساعة إلى أن تبرد، وبعدين نضيف عليها كوب نشا ومعلقة شاي كركم ومعلقة كوب ملح. نخلط المواد ونبدي نعجنها إلى أن تتكون عندنا عجينة متماسكة. وطبعا من الأشياء المهمة اللي لازم تتبعوها خاصة بالكبة من البطاطا حتى لا تتفلش عليكم، أنه تعجنون البطاطا لمن تبغد البطاطا، ما يصير تعجنوها هي وحارة لين ريح تتفلش عليكم وما تتصور. ولازم تتكون عندكم عجيناي بهاي القوام. وهسه نبدي نصور الكبة. ندهن إيدينا بشوية زيت وناخذ قطعة من العجين ونبدي نكورها، وبعدين نفجها بإيدنا شوية شوية. ونحشيها من حشوة الكبة ونغلقها بهاي الطريقة. وبكل سهولة نبدي نصورها. طبعا ريح تتكون عندنا الكبة بكل سهولة بهاي الطريقة. واللي يخاف انه كبة البطاطا تفلش علينه يخليها بالمجمدة مدة 10 دقائق او ربع ساعة تمسك نفسها، وبعدين يبدي يقليها. وكملنا معاكم تصوير الكبة وهسه نبدي نقليها. ويلا نبدي نقلي الكبة البطاطا. لازم يكون الدهن حار وما نضيف كبة بكثير،
3 كبب أو 4 كبب بالكثير. ومن تستوي الجهة نقلبها على جهة اللوخ حتى تستوي وتاخذ لون ذهبي. ومثل ما قلتولكم، إذا تخافون إنه كبة البطاطا لا تتفلش عليكم، خلوها بالفريزر 10 أو 15 دقيقة وبعدين نبدو قلو. وكملنا معاكم وصفتنا لليوم، وإن شاء الله تعجبكم، وإذا جربتمها اذكرولي رأيكم بها بالتعليقات، ولا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس ولايك حلو مثلكم.